كل الناس بقت بتعمل ديكورات شبه بعض. فايه الجديد بقى؟ بديل الحجر يا جماعه، بديل الحجر مهضوم حقه قوي قوي. يعني ده لما يتحط في مكان وبيتعمل وبيبقى هيدن وتقدر ان انت تستفيد من شكله في الريسبشن، حاجه محترمه جدا. ودي طبعا بلاطه واحده، ممكن تحط جنبها بلاطات تانية على حسب المساحه اللي هتعملها، بالاضافه طبعا لجزء زي كده. يعني ده يا جماعه ده 4 بلاطات، دي البلاطه الثانيه الثالثه الرابعه، بس هي خدت الشكل ده. بديل حجر حاجه محترمه قوي، شكلها حلو، وكمان برضو ايكونومي، يعني حاجه مش بتبقى غاليه قوي. في بدائل تانية او في اشكال تانية من الديكورات ممكن ان احنا نكون بنستخدمها. حاجه زي كده ممكن تبقى محطوطه في جنب ديكوري، هي تبقى بلاطات بتبقى مكمله. هوريكم شكل ليها تاني مختلف، دي على بني، حاجه ممكن تبقى بالشكل ده. تمام. وكمان عندنا الحاجه اللي ممكن تتحط في ظهر السرير تبقى شكلها حلو قوي قوي قوي، دي ملمس قطيفه ولزقها بتلزق بسهوله. وكمان دي اللي انا كنت بتكلم عليها بره، حاجه كامله اهي وتتحط في اي مكان، ممكن كجنب ديكوري بطريقه شيك جدا. دي كلها افكار ممكن تتعمل جوانب ديكوريه وتبقى في نفس الوقت مختلفه عن اللي موجود في السوق، وحاجه محترمه جدا جدا جدا.